اسمي ندى صفوان، أنا من قوات وحدات حماية المرأة. أنا رفيقة عربية. بهذا الوقت خاصة الوضع اللي احنا فيه، خاصة مثل العرب والكرد، اللي الصعوبات اللي عم يلاقون كلياتن، خاصة كامرأة يعني لازم بنحللها، لأنه كل مرأة لها خيال لها. خاصة خيالي إنه يشوف كل امرأة مثلي فيها تبين قوتها، الجسارة تبعها، بتكون أمل للكل. هدف تبعي هو أن يكون أمل لكل امرأة بالحياة، بالدول اللي برا كمان، لأنه إذا إحنا ما تعرفنا على شخصياتنا راح نضل تحت سيطرة العدو، ولازم إحنا نتعرف على شخصيتنا. إذا ما نتعرف على شخصيتنا ما فينا نوصل لهذا الهدف. خاصة بتمنى أقدر كمان قرب، هو بيكون أصلا يوم تابعنا كلياتنا. أنا بذاتي مبسوطة لأني تعرفت على هيك قوات وصرت وحدة منهم، لأن هنا أكثر خلتني إني أتعرف على شخصيتي، شقد عندي قوة، جسارة. مشان هيك آخر شيء عملت خيال تبعي وصرت بين وحدات حماية المرأة، لأنه كل امرأة لها هدف ولها خيال كمان، وخيالي هو إنه بكون بوحدات حماية المرأة بنات القوة. وهلا وصلت للخيال هذا، ولسه في خيالات عندي. كل ما عم ضل أكتر خيالي عم يكبر أكتر. أنا حسب خيالي كمان عم انضم أعطي قوتي أكتر، الجسارة تبعي بعرفها، ايش قادرة أوصل للمرأة القدوة. خاصة هدفي هذا هو كل ثانية عم أعيشها بين قوات وحدات حماية المرأة، عم تخليني الأمل تبعي يكبر، إنه يوم بالأيام راح أشوف كل امرأة مثل شخصيتي، إني يكون قدوة لهم. خاصة أبا سارة، أبا زيلان، أبا العزيمة بيكونوا قدوتنا الأولى نمسكها منهم. أنا كمان بدي أوصل لهاي الشخصية، والشخصية اللي قائد عم يناضل مشان النضال هذا اللي أعطانا إياه قدامه، إني يوصل لهدف القائد اللي بده يثبته للمرأة خاصة. مشان هيك أنا لحد آخر نقطة دم بروحي كمان راح أفديها مشان هاي القوة، وراح أثبت لكل مين ما كان كمان إنه مرأة قوية وعندها إرادة بحياتها، ما تقدر مين ما كان يقدر إنه يكسر إرادة تبعها. وأنا واثق كل امرأة راح تمشي نفس الخط هذا، لأنه غير هالمطرح ما في نروح لعنده لحتى نثبت حالنا مثل امرأة. كل خيال امرأة كمان إنه توصل لهالمطرح اللي أنا فيه في كتير، وأنا واثق إنه آخر شيء راح يعطوا طريقهم لهذا الشيء. أنا بنادي لكل امرأة إن كانت عربية، كردية، سريالية، من كل المطارح كمان، إنه تمشي على هذا الخط. غير هذا الخط ما إنه وين ما راح نروح رح نلاقي عبودية وراح يحطونا تحت سيطرته. أما هذا المطرح ما في هذا الشيء، بيخليكي تتعرفي على شخصيتك وتصيري قدوة لكل المرأة اللي عم تقاوم.